في الريل اللي فاتت قلنا ان السيرفر بيقع لما الترافيك بيزيد، بس استنى، جوجل بتخدم 8.5 مليار سيرش في اليوم، ويوتيوب عليها 2.5 مليار يوزر، وواتساب بيبعت 100 مليار رسالة في اليوم. ازاي؟ والإجابة في كلمتين، وهو اللود بالانسر. واللود بالانسر ده هو عبارة عن هوست بيبدأ يستقبل كل الريكوستات اللي جاية على السيرفر، ويبدأ يشوف أي سيرفر فاضي ويبدأ يبعت له الريكوست، علشان الريكوست ما يستناش كتير. زي ما قلنا أو شبهنا زي المطعم، إن في هوست وهو عبارة عن اللود بالانسر، وهو بيبدأ يستقبل الزباين ويبدأ يوزع الزباين دي على الترابيزات عشان محدش يستنى كتير. طب وايه هي ميزه اللود بالانسر؟ اللود بالانسر فيه ميزه مهمه جدا، وهي انه بيعرف لو في سيرفر وقع يوقف فورا يبعت له ريكويستس. وطبعا دي حاجه اسمها الهاي افيلابيلتي، انك ما بتعرفش ان السيرفر واقع، وانك بتحس ان البروجكت شغال معاك او الويب سايت شغال مع اليوزر بنسبه 99.9 من الوقت. وزي تشبيه الويتر اللي هو الهوست برضو اللي هو اللود بالانسر، اللي لو جاله ترابيزه مكسوره او في ترابيزه مكسوره وجاله ريكويست، هيوقف الريكويست ده انه يقعد على الترابيزه دي، او يوقف الزبون انه يقعد على الترابيزه دي، وانه ما ياخدش الترابيزه دي في الحسبان معاه، ويبدا يبعته لترابيزه تانية كويسه او سيرفر تاني كويس. وفي طرق كتيره بيستخدمهم اللود بالانسر عشان يوزع الريكوستات، واول واحده هي الراوند روبن، تاني واحده الليست كونكشن، وتالت واحده الاي بي هاش، ورابع واحده الويتد. ودول 4 طرق تقدر تستخدمهم في الكود بتاعك عشان تقدر تعمل سمارت لود بالانسنج. طب لو قلت لك ان اللود بالانسر لوحده مش كفايه، وان في حاجه اسمها الكاشنج، ودي بتخلي الموقع بتاعك اسرع 100 مره. طبعا اتكلمنا فيها قبل كده في اكتر من ريل، الكاشنج وازاي تستخدمه. وطبعا اللود بالانسر هو مهم جدا عشان تقدر توزع الريكوستات اللي بتجيلك على السيرفر في الموقع بتاعك. علشان كده نتفليكس ما بتقعش وانت بتتفرج على مسلسلك المفضل. فاعمل سيف للفيديو ده، واعمل له شير لاصحابك اللي محتاجين يسرعوا الموقع بتاعهم، واعمل فولو لاي ليرن كود اكاديمي. اي ليرن كود اكاديمي، طريقك للانطلاق.